النهارده هنتكلم عن اغبى عمليه سطو مسلح حصلت في التاريخ، وراهنك عمرك ما هتتوقع النهايه بتاعتها. القصه بدات باتنين مسلحين اقتحموا بنك الاسكان في الاردن عشان يسرقوه، لكن اللي ما عملوش حسابه هو جراءه وشجاعه موظف امن البنك، لان في حركه بطوليه منه عرف يمسك واحد من الحراميه ودخل معاه في خناقه. وهنا الحرامي يتجنن ويطلع مسدس علشان يضرب موظف الامن بالنار وينقذ زميله، ويا ريته ما انقذه، لان لما جه علشان يضرب الموظف غلط وراح ضرب زميله بالنار. والله زي ما بقول لكم كده، حاجه تفكرك بالاتنين الحراميه في فيلم هوم الون. المهم هنا الحرامي اتوتر جدا لما لقى شريكه واقع على الارض وسايح في دمه، ما فكرش ينقذه او حتى يلحقه، لا ده ساب الفلوس وساب صاحبه واخد العربيه وهرب. قمة الندالة اللي في الدنيا. ولكن المصيبة أصلا مش هنا، المصيبة إنه هو بيهرب ومفيش بوليس بيجري وراه، تروح العربية مقلوبة بيه على الطريق والشرطة تيجي تقبض عليه بكل سهولة. الشرطة تلاقيها قالت له طب ادينا فرصة حتى نشوف شغلنا. وبعد ساعات القصة تنتشر وتقلب السوشيال ميديا في الأردن. حد يقول لك لا ده مسلسل كاسا دي بابيل بس المحلي بتاعه، واحد تاني يقول لك بلاش تسجنه حرام، الراجل برضه فرفشنا وموتنا من الضحك. وفعلا القصة ممكن تتعمل فيلم كوميدي. بس خليني أسألك سؤال، لو القصة دي اتعملت فيلم هتحب تسمي الفيلم ده ايه؟ قولولي في الكومنتات.